أوراق ثقافية. في هذا الزمن العجيب الغريب الأطوار، قد لا يأبه بعضنا لعلم الأنساب الذي اعتبره العرب عمودا فقريا لاستمرار الأمجاد وترابط الأصلاب والاستدامة النسيج الاجتماعي. ولو أخضعنا هذا المفهوم للتفكير النفسي لوجدنا العرب يقولون مقالاتهم في الأمثال: العرق دساس، هذا في رابطة الدم، كون نسيب ولا تكون ابن عم، المصاهرة، سيد القوم خادمهم في المسؤولية. وإكرام الضيف يعزز المكانة الإنسانية، فالضيف في مأمن، والعفو عند المقدرة من شيم الكرام، والمستجير يجار ما دام دخل الدار. فكيف بالجار؟ ذي القربى أو ذي الجنب. كل ما سبق يعزز تاريخ العائلة العربية ويشكل الهوية ما بين الأهل والجيران، ويعزز العلاقات التفاعلية في النسيج الاجتماعي. يهمنا هذا الموضوع حتى يظل العيش والملح بيننا نحن العرب، وكما قال المثل: خلوا زيتنا في دقيقنا، واللي بياخد من غير ملته بيموت بعيلته. وليست الملة هنا مصطلحا دينيا بقدر ما هي في سياق التشابه في النسيج الاجتماعي. ولأن الأنساب يعني قضية مهمة عند العرب، فقد تنبهت حتى منظمة اليونسكو إلى التشابه في الظواهر الاجتماعية والآثار والعادات والتقاليد التي تميز مجتمع. صحيح أنها لم تتحدث عن قبائل، لكننا نحن العرب نركز على هذه الأمور، من احتساء القهوة إلى إكرام الضيف، إلى العادات والتقاليد في الأفراح والأتراح والأزياء ومجالس الأحياء وأساليب الحوار. وما دمت طرحت قضية الأنساب واعتبرناها علما، فقد ألف بها العرب كتبا كثيرة، منها جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي، ومنها كتاب الأنساب لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. طبعا هذا في نسب قومه، وهناك كتب كثيرة في نسب القبائل، منها كتاب النسب الكبير وكتاب شجرة أنساب العرب. ثم تأتينا كتب أنساب العرب في البلدان والقبائل، ككتاب نهاية الأرب في أنساب العرب للقلقشندي، وكتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، وهكذا. وبالطبع نحن بنو مخزوم لنا حصة في هذا، فكان هناك كتب تتحدث عن أنساب العرب في بني مخزوم، سواء أكانوا في بلاد الشام أو في الخليج أو في المغرب العربي من مصر إلى حتى الزمن القديم في الأندلس. على كل حال، هذا يعني نحن نتحدث عن الأنساب لأن الأنساب مرتبطة بالحفاظ على معرفة الأشخاص وهيئاتهم وسلوكهم ومن هم، ولكي لا يدس علينا من لا يعرفون النخوة ولا الشورى ولا التكافل ولا نصرة المظلوم ولا التآخي العربي الذي نحن أحوج ما نكون إليه في كل العصور، رافعين الشعار العربي القديم: نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا. ودمتم بخير.